انتوا عارفين المثل اللي بيقول القاضي يعمل فاضي؟ اهو الواد العاطل اللي انتحل صفة قاضي ده طبقه حرفيا. ومش المشكلة انه نصب على الناس، المشكلة انه نصب على الناس باسلوبه الاهتم في الفيديوهات بتاعته اللي لا يمكن يدخل على حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقسم بالله يوم، اقسم بالله مش اقسم بالله، وده المفروض انه قاضي، يعني ده اساس شغله القسم الصح. ربنا يشوف اخواتي، ده كل شغل عندي اقسم بالله اموت. اقسم بالله انت مفقوس يا اخي، اقسم اللكنه مش طبيعيه بجد. كل واحد في مكانه، عايز كله يدعي لي بالله عليكم. شوفوا اهو ده كله عندي شغل النهارده. اهو الملفات دي تعتبر هي الحاجه الوحيده الحقيقيه في الفيديوهات بتاعته. يعني دي ملفات قضايا مواطنين حقيقيين، الموظفين المرتشين مقابل فلوس طلعوها له عشان يتصور بيها وياخد اللقطه. وده كده يوصلنا لحقيقه ان اكيد الموظفين المرتشين طلعوا الملفات بتاعت المواطنين الحقيقيين دي لناس تانية، بس بقى مش عشان ياخدوا اللقطه، علشان يغير دليل يزود دليل. لا ده الموضوع فعلا مطمئن. منتظر كل اخواتي تدعي لي عشان طلع المنصه دلوقتي. اخواتي تدعي لي حاف كده؟ لا يعني المفروض طالما قلت اخواتي تدعي لي بعدها على طول تقول كبسوا كبسوا. بلال خد الجلسات ولا سلام بقى. سلام بقى، عشان انا طالع دلوقتي على المنصه، يا دوبك من هناك هتشعبط في اي ميكروباص يرميني جوه اخر عباس العقاد. ايه ثانيه واحده، هو غلط في الايه القرانيه؟ والله اقسم بالله دي مش فيديوهات قاضي، دي فيديوهات لقمة القاضي. هو طبعا مشكلة كبيرة ان هو غلط في الآية القرآنية، لكن المشكلة الأكبر ان هو فضل سايب الفيديو ده عنده. يعني هو مش مدرك ان هو غلط في الآية القرآنية، وكمان بعد كل ده تلاقي في ناس كانت مصدقاه واتنصب عليها عادي جدا. انزل لي يا ابني، انزل لي يا ابني بالفيديو. احنا في زمن المسخ. سؤال بس يا سيادة القاضي، يعني هو انت بس اللي بتتصور؟ يعني انت هنا بتقول اتفضلوا، والله الحركة بتاعت اتفضلوا دي تحسها الليمبي جدا. يعني المفروض انك بتكلم ناس، الكاميرا بقى تلف نشوف مين الناس اللي قاعدين في القاعة. يعني وكل فيديوهاتك انت بس اللي بتطلع، مفيش مرة واحدة صورت القاعة فيها ناس. ده ما لفتش نظر الاشخاص اللي اتنصب عليهم ان هنا في حاجة مش منطقية؟ اصل هو كل ما قل التعليم كل ما زاد التعليم على القفا. رغم كل ده تلاقي لحد النهاردة لسه في ناس بتسأل وبتتساءل، يا ترى ايه الاهم، الاستثمار في البشر ولا الاستثمار في المباني؟ عايز كل الناس تدعي لهم بالرحمه، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك. هو انت ما بتحكمش خالص؟ يعني انت ليل نهار بتطلع على المنصه فاضي كده صايع، فتطلع لايفات واخواتي وشجعوني. ايه يا ابني، انت على منصه قضاء ولا على منصه شاهد؟ ده كمان ما اكتفاش بقى باللايفات، ده بدأ يعمل فيديوهات تيزر للشغلانه. والله اقسم بالله لو اي حد بربع جنيه تعليم شاف الشكل ده هيقول لك بقى ده شكل واحد بيحكم. ما يحكمش. انت بتشد السلاح ليه؟ انت طالع على المنصه تصدر حكم ولا طالع تنفذ الحكم يا اسطى؟ وربنا اقسم بالله على رأيه لو كل الحاجات اللي هو عملها قبل كده ممكن تمرر النصبايا، في حاجة واحدة في الفيديو ده تخلينا اشك فيه. الحزام اللي هو لابسه لا يمكن يكون حزام قاضي. الجديد بقى ان القاضي الفيرتشوال ده ما طلعش لوحده في الشغلانة، ده متصور مع واحد تاني صاحبه غالبا برضه بنفس عدة الشغل. القاضي المفبرك اللي طالع ترند اليومين دول المفروض والله قبل ما يحاكموه يعرضوه ويكشفوا على قواه العقلية، مش عشان هو انتحل صفة قاضي وده اول حد يعمل كده، بس عشان هو انتحل الصفة دي مش في الدرة. بيطلع لايفات وفيديوهات على السوشيال ميديا نهارا جهارا بهارا. يعني انا ما شفتش بجاحة اكتر من كده، بس عادي يعني يا جات عليه، هو الوحيد اللي بينتحل شغلانة مش شغلانته. ما احنا في زمن بتلاقي شوية بصمجية وعاملين فيها اعلاميين، وتلاقي واحدة شمال عامله فيها ممثله ومشهوره، ودكاتره فاتحين عيادات وهم اصلا مش خريجين طب. واستاذه مها الصغير يعني المهنه الحقيقيه نشاله انتحلت صفه رسامه، زي اختها الصغيره غدا والي. وسمكري انتحل صفه طبيب علاج طبيعي. ده غير ان في شويه جهله وعواطليه بيطلعوا على السوشيال ميديا منتحلين صفه ان احنا انفلونسرز ومؤثرين. غريبه بقى ان الشركات بتجيبهم في الاعلانات علشان يمثلوا علينا ويقنعونا ان دي الاشكال اللي تليق انها
تكون واجهه لاي براند، وبرامج بتجيب لنا ممثلين وينتحلوا صفه ان دي قصه حقيقيه وان دول ناس حقيقيين. ويلكم تو بزراميط سيتي. احنا في زمن المسخ. بس لو في حاجه واحده بس نستفيدها من القصه بتاعت القاضي الفيرتشوال ده، هي انه عرفتوا ايه اهميه ان لما يجي لي حد في الشارع ولا في البيت ولا في اي حته يقول لي انا فلان الفلاني من الجهه الفلانيه، عايز اشوف بطاقتك او عايز افتش حاجه، من حقي ولازم اقول له وريني الحاجه اللي تثبت انك شغال في المكان ده. اصل في بعض الناس في بعض الجهات المعينه بياخدوا الموضوع على كرامتهم، اللي هو ازاي تسالني عن الكارنيه بتاعي، تعالى بقى ده انا هربيك. اصل حضرتك احنا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا، كله بقى ينتحل كله. يعني ده واحد اهو انتحل قاضي، ودي مش اول مره على فكره، يعني ناس انتحلت صفه ضابط، في حد في المخابرات، يعني بلاوي كتير. فانا عن نفسي واحد ماشي في السليم، لما انت جاي عايز تفتشني عايز تعمل حاجه، لما اتاكد ووفقا للقانون انت من حقك تفتش او حاجه، انا هسيبك تفتش، انا مفيش حاجه خايف منها. انت بقى لو انت ماشي في السليم اصلا مش هتستنى انا اسالك، هتوريني الكارنيه بتاعك وهتعرض لي حاجتك، المفروض انت مفيش حاجه تخاف منها. دي النقطه اللي احنا المفروض نركز عليها من بعد قضيه القاضي المفبرك ده. هل بقى الحكومه والمواقع والاعلام هيعملوا حملات توعيه كبيره للمواطنين يركزوا لهم على النقطه دي؟ اياك تسمح لاي حد تحت اسم ان هو من جهه معينه انه يخش حياتك غير لما تتاكد. هل هنعمل حملات قويه تفهم المواطنين ده حاجه كده، يعني في قوه الحملات اللي لسه عاملينها من كام يوم عن اهميه وفوائد زياده سعر الكهرباء، ولا هنفضل بقى ماسكين في العليقه التافهه بتاعه الحقوا وانتحل صفه قاضي ونسيب الدرس اللي نتعلمه مما وراء الحدث؟ من ساعة ما طلعت القضية بتاعت القاضي المحتال او النصاب ده، هو كل الناس بتتكلم ازاي ده يحصل وايه الجرأة دي وازاي تبقى عامل فيها قاضي. لكن الحقيقة في نقطة مهمة جدا والغريب ان محدش اتكلم فيها. الراجل العاطل ده اللي كانوا بيساعدوه موظفين مرتشين عشان يقدر ياخد المحكمة يتصور فيها، يطلعوا له ملفات حقيقية يصور جنبها، وكل ده مقابل الفلوس. السؤال بقى، عايز تقنعني ان الموظفين المرتشين دول ما خدوش فلوس من حد تاني بس مش عشان ياخد اللقطة، علشان يزور في القضايا؟ اصل فلسفة الموظف المرتشي انه عايز فلوس وخلاص، هو بيعبد الفلوس. انت هتديني فلوس عشان عايز تاخد لقطة زي القاضي النصاب ده، هيطلعوا له الملفات. ممكن حد تاني بقى يدي الفلوس عشان عايز يغير حاجة في الملف، يحط دليل يشيل دليل يغير كلمة عشان القاضي يحكم حكم لمصلحته مثلا وفقا للورق اللي هو هيعدله. فانت عايز تقنعني ان الموظفين المرتشين مش هيعملوا كده؟ هيخافوا ربنا؟ ده اساسا هم كانوا واصلين لمرحلة استبجاح انهم بيعملوا حاجة شمال مقابل رشوة في القضية دي، وعارفين ان هو بينزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا ومش خايفين. فدي ناس قلبها ميت. اعتقد ان اللي مهم دلوقتي غير ان النصاب ده هيتحاسب وهو اصلا هيتحاكم وهم برضه هيتحاكموا على القضيه دي، لكن المهم ان احنا ندور وراهم. هات لي بقى الناس المرتشيه دي، شوف لي بقى تاريخهم ايه، الفلوس كانت بتخش لهم ازاي، مين الناس اللي هم بيتعاملوا معاهم بره السلك القضائي. لان قناعتي الشخصيه ان الموظف المرتشي لما تدور وراه هتلاقي وراه بلاوي كتير جدا ورشاوي كتير جدا. ومستغرب جدا ان الاعلاميين او يعني اللي المفروض ان هم اعلاميين عمالين يغطوا الموضوع من جانب واحد، اللي هو ايه ده وايه الجرأة اللي انت فيها ودي اول مرة تحصل. محدش فيكم خالص لفت نظره ان دي نقطة واضحة وضوح الشمس محتاجين ان احنا نركز عليها. محتاجين نقول يا جماعة هل حصلت رشاوي في حاجات تانية غير الموضوع ده ولا لا؟ عشان كده انا بقول لك يا جت على القاضي، هو ده انت عاطل انتحل صفة قاضي، ده برضه بصمجية بينتحلوا صفة اعلاميين. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بس بقى لكم تحت لينك قناه موفي نايت، هتلاقي في حلقه جديده نزلت النهارده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضه. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم، ده ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، اقتراح فكره اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات. والله انا كمان قليق ابقى منتحل صفه بني ادم لان انا لابس ماسك في الاخر يعني. بس يلا ونختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.